محمد سيداتي، شكرا لك على قبول الدعوة. بصفتك ممثلة لجبهة البوليزاريو في أوروبا، نحن نشهد تصاعدا للتوتر حول منطقة جرجرات على الحدود مع موريتانيا. الأمين العام الجديد للأمم المتحدة طلب من الجانبين الانسحاب من المنطقة المتنازع عليها. هل يمكننا الحديث عن حلقة جديدة من المواجهة بين المغرب وجبهة البوليزاريو أمام الوضع الراهن؟ المغرب انتهك وقف إطلاق النار في جرجرات بتجاوز الجدار الدفاعي. التوتر كان عاليا جدا بشكل عام، ولكن لا ينبغي لهذه الحلقة أن تحجب القضية الحقيقية، مسألة الصحراء الغربية. كما يجب علينا العمل برسالة الأمين العام للأمم المتحدة الذي تطرق لفحوى الملف. الزعيم الجديد لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي قال إن كل الخيارات مفتوحة الآن. ماذا يقصد بالتحديد؟ عبرنا عن الإحباط الذي يشعر به الشعب الصحراوي. الرئيس إبراهيم غالي أصر أن نختار الطريق السلمي. دعنا نتحدث عن المواجهة حول الاقتصاد والتي لها آثار هامة بالنسبة لأوروبا. محكمة الاتحاد الأوروبي قالت في ديسمبر الماضي أن اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي. ما هي النتائج المترتبة على هذا الوقف غير المسبوق بالنسبة لجبهة البوليزاريو؟ بالنسبة لنا هو قرار مهم جدا. رسالتنا إلى أوروبا واضحة وتتمثل في احترام هذا الحكم من ناحية، ومن الواضح أن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تطبق في الصحراء الغربية، لأن المحكمة العليا تعتبر المنطقة منفصلة ومستقلة بحكم أن هذه الأراضي بصدد إنهاء عملية الاستعمار. من ناحية أخرى، ممثل الشعب الصحراوي هو جبهة البوليزاريو. Por otro lado, el representante del pueblo saharaui es el Frente Polisario. هل تعتزم جبهة البوليزاريو رفع دعوى قضائية ضد أي شركة أوروبية تستثمر في الصحراء الغربية من دون موافقة الشعب الصحراوي؟ قلنا أن الماضي هو الماضي، ولكن هناك العديد من الجهات الفاعلة المشاركة في نهب الموارد الطبيعية والثروات من الصحراء الغربية. نحن مستعدون للذهاب إلى المحكمة. ما نريد قبل كل شيء هو أن يطبق الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية القانون. خلافا لذلك سلاحنا سيكون العدالة. سؤال أخير. قرار محكمة العدل الأوروبية يثير القلق في أوروبا. نحن نرى أن الخدمة القانونية التي وضعتها رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيدريكا موغيريني تشهد ضغوطات من أعضاء البرلمان الأوروبي، لأنها تبحث عن سبل لأن يشمل اتفاق الصيد مع المغرب إقليم الصحراء الغربية دون إلحاق الضرر بعملية السلام. هذا الاتفاق مثل أي دولة أخرى لا يمكن أن يطبق في الصحراء الغربية، وإذا كان لدى الاتحاد الأوروبي مصالح في الصحراء الغربية فإنه يجب التفاوض بالضرورة مع جبهة البوليساريو. محمد سيداتي، شكرا لك. موقف المغرب حول هذه القضية ترقبوه في نشرتنا الإخبارية المقبلة.